أولاد الجنجويد الموت بقى بالساعة حياة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعودة حميد المذبودين. أعزي نفسي وأعزي كل الأسرة على الفقد جلل فقد كبير لا يعود. لا إله إلا الله. 46 شهيد في ساعة واحدة والناس لا زالت تتصارع عليها. 46 في ساعة يعني إذا قلت جلل فقد لا يعود. 46 شهيد في ساعة واحدة والناس لا زالت تتصارع عليها عن حكم. ونحن نتكلم عن حق الشهداء والجرحى، وربنا يلزمنا الصبر ويجبر كسرنا إن شاء الله. موتوا بالراحة، وهم السابقون ونحن اللاحقون. موتوا بالراحة. سيد مجرة الفد بال جاهزين، والواحد فوقهم عادل 50. لا إله إلا الله. 46 لهم الرحمة والمغفرة. واحد عادل 50 وأنا من شكلي كبيت اللندرين وخلقتي ناشفة زي الممسح بالطين، وأنا الليلة جاري وحزين وأنا في الساعة بفقد 50. لا إله إلا الله. وجاء هنا فضحني محمد سليمان أخو اللمين. 50 46 في الساعة. يس. مدى دولة تحشيش يعني فيها من الأمن والأمان. لنا لون دي جات من وين؟ جاء من الأمن والأمان يا إخوتي الكرام. الليلة في منطقة سيطرة قوات التأسيس وقف العريس في شامخا في طعمجتنا في هذا الجنجويد المبذر. أولا منذ بدأ الحرب ومنذ خروج من ناوي من الحياة سعى لأنه يجلب أهله من جات عشان يجلب، ومش جاب أهله بس، جاب كل المعارضة اللي كانت بتعارض نظام دبي والأب والابن، جابهم دخلهم في السودان، وجاب أكبر أمر في أنجمينا اللي هو سليمان ديلو، جاب أخويا دكتور. الآن في روايتين حوله، في رواية بتقول إنه قتل، وفي رواية بتقول إنه مصاب إصابة خطيرة تم إخلاؤه والآن بيتعالج في الهند. من هو يحيى ديلو الذي أتى وقاتل في الفاشل؟ وهنا في سؤال جوهري، البدي حق لأنه زول تشاد يجي قاتل في السودان شنو؟ ده سؤال يحتاج إلى إجابة. شفتوا الكلام ده كله؟ الآن يا جماعة قال لكم سؤال محتاج لإجابة. البد الحق اللي تشعدي يجي حارف في السودان شنو؟ الله أكبر بل عندي سؤال. البد الحق لكولومبي ودى الكولومبيا يجي كاتب في السودان شنو؟ يعني بس ترد لي على ده وارد لك على ده لو افترضنا انه كلامك صح. انا ما داير منك حاجه. عرفت عليها يا ربيع؟ يعني انا دايرك بس ترد لي على السؤال ده، انا برد لي والله العظيم. ما ردت لي انا ما عندي لك رد. ردت لي انا برد لي. انت مش بتزعل انا برضه بزعل. الله اكبر. البد الحق لكولومبي وكولومبيا يجي كاتب شنو؟ البد الحق لاوكراني يجي كاتب عندنا شنو؟ البد الحق لليبي يجي كاتب عندنا شنو؟ حسن شوشو يجي كاتب في السودان شنو؟ البد الحق لمرتزقة النيجر وافريقيا الوسطى يجي كاتب. البد الحق تجيب ناس جنوب السودان يكاتلوا في صفوفك. جون اللي خليته جون معرض من بكرعيه ومن الصالح عليه بارا. جون اللي وقف في الشجره قال لك ظلم كثير يا احمد حمدان. وين حقي؟ وين حقنا يا جماعه؟ هنا ما كاتلنا في الموضوع ده، كاتلنا كثير، كاتلنا وبقينا جارين بكرعينا. ها بس سؤال، قلت لي سؤالك شنو كده؟ عيد تاني. جاب أخويا
الآن في روايتين حوله، في رواية بتقول إنه قتل، وفي رواية بتقول إنه مصاب إصابة خطيرة تم إخلاؤه والآن بيتعالج في الهند. من هو يحيى الديلو الذي أتى وقاتل في الفاشل؟ وهنا في سؤال جوهري. ايوه بدي حق لأنه زول تشاد يجي قاتل في السودان شنو؟ ده سؤال يحتاج إلى إجابة. ونعم، وانا برضو داير منك بس عليك الله بعد ما تفتح اللايف الجاي، بعد ما تفتح واللايف يستغر تبدا طوال تكبر الله البنت الحق لكولومبيا ودى الكولومبيا يا في الرجال احسن منك اختك علوية. البنت الحق لكولومبيا ودى الكولومبيا يجي قاتل عندك في السودان شنو؟ بعد ما تحل جاوب لي على السؤال ده، انا بجيب لك مناوي يجاوب لك. ودى الكولومبيا يا في الرجاله خير منك اختك علويه. ده قال سؤال انا كذا خلينا عليك رسوله من الربيع ومن هنا ربيع عليك الله امشي من هنا. لكن انا يا جماعه لقيت عمكم ودى عم الناير قلوط اي وطلع في لايف، وكده انا عندي له سؤال عشان تعرفوا يا جماعه ماذا يحدث الان للجنجويد. الشغل بقى الموت بالساعه. والله العظيم زمان قالوا الوليد بن طلال رجل من أغنياء العالم والوطن العربي، استضافوه في لقاء قالوا له ثروتك كم؟ قال للمذيعة قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ قالت لي كيف يعني؟ قال لها لأنه أنا أموالي أنا عندي 1140 شركة حول العالم. في اللحظة اللي أنا بتكلم معاك دي في قروش الآن زادت في حساباتي في البنوك. فأنا ما أعرف سؤالك دي أنت دايرة أجاوب لك قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ أنا بعد السؤال حيكون في زيادة. فأنا بسأل يعني هذا الإشويس الموت عندكم في الساعة